ولا نشتي جزاء الا من الله عز وجل. ولما نحب ان ناكل من فوق رؤوسنا ما ناكل من تحت. فاحنا طلبنا هو محاسبة القائد مع مجموعته الذي نزلوا وانتهكوا بيت عمي اللي هو اخو الشهيد علي ناصر هادي، محاسبة صادقة وجادة، ويطرحوا في السجن ويحاسبوا امام الكل، وتنتخب مجموعة من المقامة اللي يحضروا على هذا التحقيق. هذا هو طلبنا الأول. طلبنا الثاني أن يكون حرمة وأعراض بيت الجنوبيين لها مقدار واحترام، ليس من قام مع أطقم أو شيء ينزل فوق أعراض الناس. وعلى الحزام الأمني والتحالف والمحافظ ومدير الأمن أن ينسقوا، ويكون إذا في نزول عبر قضائي، عبر المجالس المحلية أو المحافظة، حتى نعرف من هم هذا الناس اللي ينزلوا. وأما أنتم أهلا وسهلا، ولا لنا أي طلبات. هو طلبنا الوحيد أن يحاسب القائد هذا اللي دخل دون أي وجه حق ولا معه أي دليل. الدليل الوحيد اللي معه أن علي أحمد ناصر هادي مركب حديد مصاب ضد الحوضة. هذا الجزاء اليوم يدخلوا بيته. والجزاء الثاني أن عمه الشهيد علي ناصر هادي. والجزاء الثالث أن عمه عبد الله محمد عبد الله علي شهيد، وخمسة من أهل بيته جرحى. فحاسبوا واعرفوا أن بيت علي ناصر هادي أو أحمد ناصر هادي أو أي بيت جنوبي هو عار الشهيد علي ناصر هادي.